جماهير برشلونة ومتلازمة ريال مدريد. امبارح مباراة برشلونة وليفنتي صارت اللقطة، وهي اللقطة ركلة الجزاء. هون لازم جماهير برشلونة يعودوا للوراء ويبلشوا يدوروا انه لازم ريال مدريد صاير معه هاللقطة، وصاروا يقارنوا هاي اللقطة بركلة الجزاء. انه صار مع تشواميني من مباراة مع برشلونة، صار في لمسة يد ولازم تنحسب. طيب يا بني آدم، يا فهمان، يا حبيبي ويا عيني، انت شفت لقطة تشواميني لحتى بتقارن ركلة جزاء امبارح اللي سببها بالدي بلقطة تشواميني؟ لا، راح اقول لك ليش. لانه لو انك شفت المباراة، لا لو شفت اللقطة بالتحديد وركزت فيها، راح تشوف انه ما فيش مسافة ما بين تشواميني والكرة وقدم فرناندو توريس، يعني بالتحديد، لانه الكرة اجت سريعة واقل من متر. هون اللاعب ما عنده قدرة على ردة فعل سريعة للابتعاد عن الكرة، وهاي غالبا ما تحتسبش لأنه المسافة قريبة جدا بأقل من متر والكرة سريعة، وردة فعل اللاعب ما راح تكون بسرعة الكرة. أما بكرة بالدي مبينة واضحة وضوح الشمس، الإيد بعيدة عن الجسم والكرة رايحة باتجاه المرمى، فعكست اتجاه المرمى ومنعت هدف محقق، وهي ركلة جزاء صحيحة. بينما تشواميني من سنة بدي ارجع اقول لك صحيحة ولا مش صحيحة، بس هي المتلازمة مع جماهير برشلونة دائما موجودة، يعني معليش لا تاخذوهم مش عادي. تحياتي.